بس اللي أروح أشتريها من عند بلبن بأسعار خيالية، هو مش كل حاجة ترند بقى إحنا هنروح نشتريها ونعملها، لأ طبعًا أنا هاعملها في البيت وهافزعهم فزعة مش هينسوها طول عمرهم، يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا رب اللي تعمل لي لايك وكومنت حلو كده للفيديو وتشير الفيديو تكون زايرة النبي في أقرب وقت عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا جبت معايا كوباية ونص من الدقيق المنخولين وعليهم نص كوباية من الكاكاو المنخول، ومعايا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من بيكربونات الصوديوم، واقلب المكونات الجافة دي كلها واركنها على جنب. اعمل بقى المكونات السايلة بتاعتي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة وعليهم رشة من الفانيليا وعليهم كوباية من السكر، واضربهم بقى بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي او في الخلاط. بسهل عليكم الدنيا خالص لحد ما القوام يفتح معايا خالص. انزل بقى عليه بالمكونات الجافة بتاعتي الدقيق بالكاكاو واقلبه، هحس ان الخليط معايا متكتل ومش راضي يمشي معايا في المضرب، ما تخافيش خالص. هجيب معايا بقى حلة او طاسة صغيرة واحط كوباية من المية وعليها كوباية الا ربع من الزيت واخدهم على النار لحد ما يغلي. غلى خالص هاخده بقى واحط على الخليط بتاعي واقلب لحد ما القوام تلاقيه يفك معاكي خالص، هو هيفك وهيبقى نفس قوام الكيك. لو لقيتيه لسه ماسك معاكي ضيفي عليه حبة صغيرين قوي من المية المغلية كمان وقلبي لحد ما القوام يبقى سايب معاكي زي ما انت شايفة كده. هجيب بقى معايا الصاج بتاعي مدهون حبة من الزيت وعليهم ورقة من الزبدة، وهحط بقى معايا الخليط بتاعي واسويه لحد ما يتسوى خالص وادخله بقى على النار بتاعي. ما بتاخدش يا دوبك ثواني وبتكون طالعة. عقبال بقى ما تدخل معايا الفرن وتخلص احضر بقى الجناش بتاعي اللي هيودي الطعم في حتة تانية وهيكون خطير. انا جبت معايا جبت معايا شوكولاتة بالحليب قطعتها معايا اهوت عشان تتسهل معايا خالص وانا بسيحها، وعليها شوكولاتة كمان خام من غير حليب خالص من الشوكولاتة السادة وقطعتها كمان وخدت الخليط بتاعي معايا. هحتاج 2 باكت من الشوكولاتة، هاخدهم بقى معايا احطهم في حلة صغيرة وعليهم كوباية من الحليب، وخدت كمان معلقة كده من وش اللبن القشطة بتاعة اللبن، ورفعت بقى الكلام ده كله على النار لحد ما ساحت معايا، وكل ما بتسيح بتحسي كده ان القوام بيفتح معاكي شوية. اخدها بقى كده بعد ما ساحت معايا اهي زي ما انتوا شايفين، هاخدها كده بقى واسيبها لحد ما تبرد تماما. وعقبال ما تبرد بقى الكيكة بتاعتي خلصت اهيت رهيبة يا جماعة وهشة وجميلة جدا. طلعتها اهوت وجبت بقى القارب بتاعي بتاع العنجليش كيك بتاعي وخدته عسته على الكيكة وقطعته بقى كده زي ما انتوا شايفين، وخدت اول قطعة حطيتها معايا في العنجليش كيك بتاعي. وبعد كده بقى جبت الصوص بتاع الشوكولاتة وضربته بالمضرب، وانا بضربه بالمضرب غرق الدنيا معايا خالص عادي، مش هنقول لا ومش هيهمنا حاجة وهنكمل الوصف. جبت بقى معايا خليط الشوكولاتة وبعد ما مسك معايا والقوام مسك معايا شوية خدت بقى وحطيت طبقة من الشوكولاتة، احط طبقة من الكيكة وطبقة من الشوكولاتة، طبقة من الكيكة وطبقة من الشوكولاتة، حطيت 3 طبقات من الكيكة و3 طبقات من الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، رهيبة وخطيرة. وجبت كمان معايا قارب من صغير ده حطيت معايا بقية الخليط بتاع الكيكة بتاعتي وبقية خليط الشوكولاتة، وجبت بقى بسكوت من العوري متكسر كده ورشيت بقى وزينت بيه. وبصوا خطيرة، شايفين الطبقات رهيبة، هي بتتكلم على نفسها. ده بقى فزع ولا مش فزع؟ ليه بقى نروح نشتريها من بره؟ عملناها في البيت بسهلة واقتصادية وجميلة جدا. جربوها هتعجبكم وهتدعولي كمان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان توصلكوا كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم.